أغلى 5 ولايات للمعيشة في أمريكا لسنة 2025. استحالة تصدق الأخيرة. لو بتخطط تنتقل أو عايز تعرف هتحتاج كام لعيلة مكونة من 4 أفراد. رقم 1، هاواي أغلى مكان فعلا. هتدفعوا تقريبا $12,500 في الشهر لعيلة مكونة من 4 أفراد، وده بسبب إن السكن غالي. كل حاجة بتيجي من بره بالتكلفة، والأكل والطاقة غاليين عشان هاواي مجرد جزيرة في نص المحيط. نصيحة لو ناوي تروح هناك، فكر تسكن خارج المناطق السياحية ودور على شغل يغطي المصاريف، لأن الفرق فعلا كبير. 2، ماساتشوستس ولاية فيها مستشفيات وجامعات عالمية، وده بيرفع التكاليف. لعيلة 4 هتحتاج حوالي $9,000 في الشهر. التأمين الصحي هنا ممكن يكون بند كبير في الفاتورة، فلو عرض الشغل بيجي مع تأمين ممتاز ده هيكون فرصة كويسة ليك. 3، كاليفورنيا، الساحل الغربي خصوصا والمدن الكبيرة غالية قوي. تقدير شهري لعائلة 4 أفراد حوالي $8,400. العقارات مكلفة، والضرائب في بعض المحافظات مرتفعة، لكن الشغل موجود خصوصا في التكنولوجيا والشركات الناشئة. 4، نيويورك. قصدنا نيويورك الولاية مش المحطة. لو بتفكر في نيويورك خد بالك إن المدينة بتاخد جزء كبير من الميزانية. على مستوى الولاية لعائلة 4 المصاريف ممكن توصل حوالي $10,500 في الشهر في المتوسط. لو هتعيش في ضواحي بعيدة هتوفر شوية، لكن لو مدينة هتحتاج مرتب أعلى. 5، واشنطن الولاية مش المحطة. المنطقة بتاعت سياتل والمناطق التانية بتخلي الولاية من الأغلى في المعيشة. لعيلة 4 هتحتاج تقريبا $11,500 في الشهر. السبب سكن غالي ورسوم خدمات مرتفعة في بعض الأماكن، لكن زي كاليفورنيا الشغل قوي في التكنولوجيا. خاتمة سريعة ونصايح عملية. أغلى حاجة عادة السكن والتأمين الصحي، فركز عليهم في حسابك. قبل ما تنقل احسب الراتب الصافي بعد الضرايب مش الرقم الإجمالي. فكر في الضواحي بدل المدينة لو عايز مساحة وسعر أرخص. استخدم حاسبات تكلفة المعيشة وقارن الراتب المطلوب في مجالك. إخلاء مسؤولية. الأرقام تقريبية ومبنية على دراسات تكلفة المعيشة لسنة 2025. كل عائلة ظروفها مختلفة. قبل قرار النقل استشير أدوات مقارنة ورواتب فعلية في مدينتك المستهدفة. تقعد بالعافية. سلام.